السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد يتجدد اللقاء معكم ضمن سلسلة حكاية مول الكلام القاصح، ضمن سلسلة قصص وحكاية مول الكلام القاصح اللي كنحكيو فيها قصص وجرائم وقعت في إحدى القرى أو المدن المغربية. قبل أخوتي ما ندخلوا في التفاصيل متنساوش تخلي واحد لايك للقناة مول الكلام القاصح والضغط على زر الجرس لكي يصلكم الجديد. القصة ديال اليوم والفصول ديال هذه الجريمة غتسافر بنا إلى غزالة سوس مدينة أكادير في النواحي ديالها. هاد القصة هذه اللي غتبدا في أكادير وغتنتهي بمدينة الصوير. القصة ديال اليوم فيها شوية ديال كما نقولوا حنا ديال الظلم ديال الحقرة. قصة كتتعلق بواحد الشاب كيدافع على الشراب ديالو، وحنا بواحد المثل ديالنا مغربي كنقولوا الهاجم يموت شرح. هذه واحد العائلة كانت عايشة بخير وعلى خير، عائلة كتكون من الأم والأب وهذا الشاب اللي غنتكلموا عليه في هذه القصة، وعنده واحد 2 ولا 3 من الإخوات ديالو يعني فتيات. هذا الشاب كان من الصغر ديالو كما نقولوا حنايا قراي، كيقرا من المدرسة للدار، يعني ولا ما عنده ما يدار كيمشي كيعاون الوالد ديالو بالفلاحه اولا كيقابل ليه دوك البهيم اللي عنده. بدا القرايه ديالو بخير وعلى خير، وصل للباك. من بعد الباك كيتمكن انه يشد الاجازه ديالو، ومن بعد كيشد الماستر. يعني شاب كان باغي يقرا وباغي يوصل وباغي يتوظف يعاون الوالدين ديالو، ولكن كما نقولوا حنا الوظيفه خص يكون باك صاحبي، وخص شي حاجه وخصك شي كذا اللي غادي داك باش انك تخدم. ما كنعرفوا ان الواقع في المغرب الا ما عندكش واحد الكاله صحيحه او لو عندك واحد هذا شي درسه كما نقولوا صعيب انك توظف. المهم هذا الشاب وصل للسن ديال 28 سنه، لقى راسو انه ما جابش الله بالوظيفه، ما يمكنش يبقى. قال اشنو اللي غادي ندير؟ قال راه نتكلم مع الوالد ديالي. وهنا كنستحضروا داك المثل المغربي اللي كيقول تبع بوك حرفة بوك اللي يغلبو. الوالد ديالو كيشتغل بهادشي ديال الفلاحه والكسيبه. المهم بدا خدام، الوالد ديالو عيا، السيد ولا هو اللي مقابل غادي بخير وعلى خير. واحد الوقت قال له الوالد ديالو اوليدي راه خصك تتزوج، لان ما يمكنش تبقى انت بهذا السن هذا 30 سنه ولا 31 سنه، خاصك دير الوليدات ديالك. هنا الام ديالو فكرت ومشات تجيب ليه واحد العروسه كما نقولوا حنا من الباديه، مشات للمنطقه ديال صوير انها غتجيب ليه واحد السيده من تما ما كيعرفها وما كتعرفو. الزواج على سنه الله ورسوله هو من شاف الاختيار ديال الوالده ديالو قبل. ان في المتعارف المغربي ان الام او العائله هي اللي كتختار، كتقول لك وليدي لقيت واحد من الناس راه مزيانه الله يعمرها دار حساب ونسب. الشاب هنا اقتنع ان الام ديالو راه باغا ليه غير الخير، مشى جاب ديك العروسه كما كنقولوا اللي كان السن ديالها تقريبا واحد 26 سنه. جابها من تما تزوجوا وداروا داك العرس على سنه الله ورسوله، فرحوا معاهم الناس ديال الدوار، الناس داز داك الشيء بخير وعلى خير. الشاب بدا خدام على راسو. واحد النهار الوالد ديالو والوالده ديالو مشاو للسوق كالعاده، مشاو يتقداو. ما كنعرفوا ان في الباديه كيكون واحد السوق معروف كيمشيو ليه كيتقداو داكشي اللي خاصهم، يعني جميع المواد اللي كتكون خاصهم كيجيبوهم لهاداك السوق. الشاب ناض مع الصباح فطر هو والزوجه ديالو، وهو خرج ديك الكسيبه ومشى قال لها راه غنمشي نقابل تيوصل وقت الغدا وغنمشي. هنا اشنو اللي غيوقع؟ وصلت ديك 10 اولا 9:30 ديال النهار، واحد الوقت فجأة كتجي واحد السيارة من نوع مرسيدس 207 حتى وقفت أمام داك الباب. هبطوا منا شي شبان، واحد من دوك الشبان هو اللي اقتحم هذاك الباب ضربو برجلو. هاد الشبان كانوا كيهزوا أسلحة عبارة عن سيوف. الناس ديال الطوار يلاه فايقين شافوا ديك الحالة بقاو مذهولين من هول الصدمة.
هذاك الشاب اللي دخل كان قصير شويه، هو غليظ البنيه صحيح كما كنقولوا حنايا، مخرج هذيك الزوجه ديال هذاك الشاب، لابسه غير الجلابه ديالها، طلعت معاه اللور، وواحد من هذوك الشبان ساقوا ديك السياره ومروا بسرعه. هنا الشاب وصل وقت الغداء، رجع جايب دوك البهيم ديالو، راجع عند الزوجه ديالو على اساس ان راه غيلقى محضره ليه واحد وجبه غداء. كيتفاجأ ان داك الباب مكسر. هنا دخل ما لقى الزوجه ديالو، كيخبروا الجيران اودي راه جات واحد السياره من نوع 207 حمراء ديال اللون، يعني اللون ديالها كان احمر. هنايا كيتسائل شكون انا اللي غيجي يدي الزوجه ديالي، شكون اللي هادي السيد. يعني بقى بحيره من الامر ديالو. واحد الوقت جاو الوالدين ديالو من السوق، خبرهم بالمشكل. هنا واحد البنت صغيره كانت تما قيدت هذاك الماتريكول ديال ديك السياره، يعني دوناتو بواحد الوريقه صغيره. ملي جاو الوالدين مدتهم بهذاك الماتريكول، قالت لهم ودي هاد السياره ها الماتريكول ديالها. ملي مشاو داو داك الماتريكول للدرك الملكي. هنا الدرك الملكي من طبيعه الحال جات تما عاين كيفاش مكسر الباب، وهادي سولوهم ياك ما عندكم شي عداوه، ياك ما عندكم شي حاجه. قال لهم ودي راه ما عندنا حتى شي عداوه، ما فهمنا والو. ولكن الاشكاليه اللي بقاو كيبحثوا هما لقاو ان هاد الناس اللي جاو ما خداو لا ذهب ما داو لا اموال، ما خداو حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي داروه هما انه خداو هذيك الشابه اللي هي متزوجه وحامل صهرها السادس. هنا الدرك الملك ديالو عطى واحد البرقيه اخباريه لجميع مخارج ديال الطرق، يعني سواء الرئيسيه او غير الرئيسيه، جميع ديك المحاور والمدن القريبه من مدينه اكادير، من اجل انه يتعملوا برجات لعل وعسى ان ديك السياره يعثروا عليها بعين المكان، لان الامر كيتعلق هنا بعصابه ربما اجراميه واختطاف الى غير ذلك. تخبرت النيابه العامه بالامر، بقات الابحاث دازت واحد اليوم. هنا الزوج وكذلك العائله ديال الزوج علموا الاسره ديال هاد الفتاه هذا بان شنو وقع وشنو وقع. قال لهم ودي راه ما جات عندنا حتى شي حاجه، وهي راه ما عندها حتى شي عداوه. هنا بدات الابحاث واحد يومين وهي ترجع هذيك الفتاه، جابوها تما حطوها حتى ديك السياره، ربما دخلت بدات خبرت الزوج ديالها ان راه شنو وقع وشنو وقع لها. قالت له ودي راه شنو وقع، راه داك السيد راه ولد عمي، وراه هو كان باغي يتزوج بيا بالصويره، ولكن انا ما بغيتوش، والعائله ديالي راه كانت باغياه وانا لا رافضه، ما كنتش كنبغيه، ما بغيتوش، وراه هادشي اللي دار ليا. هنا الزوج ديالها قال لها يعني واش ما تكرهش عليك، ياك ما هادي ياك ما كذا، ولكن الحاجه الوحيده هو انها داها عند الدرك الملكي باش تعطي الاقوال ديالها. المهم واحد ملي تعملوا البراجات، السيد غادي راجع من بعد ما حط الفتاه، غادي راجع للصويره، هو يتعتقل بواحد البراج. حقوا معاه، داروا التنقيب لديك السياره، لقاو ان نفس السياره اللي اختطفت بالفتاه. قدموه للنيابه العامه، تحكم 4 اشهر. اعترف بالاشخاص الاخرين اللي كانوا معاه مشاركين بهذا الاختطاف. من بعد كيتضح ان هاد الناس اشخاص كيعرفهم، اصدقاء ديالو، كانوا كيبيعوا المخدرات في النواحي ديال اكادير، وان المنزل اللي كانوا به هو ديال هذوك الاشخاص اللي كيبيعوا المخدرات، يعني عباره عن واحد الخربه كما كنقولوا هنايا. من بعد كيرجعوا يحقوا مع الزوجه هنايا كتعترف، كتقول لهم ودي السيد راه داني، وبالفعل راه تكربص عليا، يعني مارس عليا كما كنقولوا الرذيله. ولكن الاخرين راه ما قربوش ليا، لانه هو ما كاينش كيتفارق معايا، كان ديما ما كيفارقنيش بواحد البيت. هنايا هو عطاو 4 اشهر، وهذوك الاشخاص عطاوهم عامين ونص. هذا الحكم هذا كما كنقولوا حنا
ما تقبلوش الزوج ديال هذه السيده هذه. وبالفعل انه حكم كما كنقولوا حنايا ظالم. لا يعقل ان واحد الشاب الزوجه ديالو تختطفت، العرض ديالها تهتكت الكرامه ديالو، اختطاف من المنزل الى غير ذلك. هو اللي كان المدبر الرئيسي، لانه هو اللي جا باش اختطف هذه الزوجه ديالو، في الاخير كياخذ 4 اشهر. المهم هذا الشاب طلق السراح ديالو واحد الليله في مدينه التصويره. الوالدين ديال هذا الشاب ملي رجع تمايا كما كنقولوا حنايا زوجوه. المهم ملي زوجوه ولا كما نقولوا حنا من دار، ما بقاش هذاك الطيش اللي كان، ولا كيمشي تما. كتعرفوا ان في الباديه كيكون واحد الدوار كيمشي لواحد الحانوت، كيبقاو تما مقصرين، وبالليل كيرجع مع ديك ال 11 ولا شنو كيرجع للدار ديالو. هنا واحد الليله ما رجعش، العائله ديالو هنا بقات كتسائل علاش ما رجعش، علاش ما هذا. الصباح وهما ناضوا باش غيخرجوا يقلبوا عليه، كيلقاو ان مرمي امام المنزل ديالو مضروب بشي طعنات، يعني مسكين مضروب كذلك العين ديالو وكله دماء ومكرفس ومكبر من رجليه بواحد القنبه. هنا تخبرت عناصر الدرك الملكي اللي حلت بعين المكان من اجل انها تحقق في هذه الجريمه هذه. بدات الابحاث شكون اللي قتل هذا الشاب اللي كان الاسم ديالو عبد الرحيم. هنايا بداو كيسولوا يعني الاصدقاء ديالو والمعارف ديالو، شكون اللي كيمشي معاه، واش عنده شي عداوه هنا يعني كما نقولوا حنا بالقبيله ولا بالدوار. قال لهم ودي راه ما عنده لا عداوه لا والو، هذا السيد راه بخير وعلى خير، ما عنده حتى شي عداوه مع شي واحد. الحاجه اللي كاينه هو انه راه كان سبق له دوز شي حاجه ديال الحبس. علاش هنا عناصر الدرك الملكي، ومن خلاله هي كتحقق هذا الامر. اذا بهم كيجي واحد الشاب كيتقدم من المخبر ديال الدرك الملكي اللي هو داك الشاب ديال مدينه اكادير، اللي كان هذا الشاب اللي اختطف الزوجه ديالو وهداك العرض ديالها. هنا هذا الشاب كيعترف ليهم كيقول لهم ودي انا اللي قتلت هذا عبد الرحيم. ولكن الملاحظه اللي لاحظها عناصر الدرك الملكي هو انه ما يمكنش يكون بوحدو، يعني السيد مكبل من رجليه وربما كان معلق بشي شجره وتعرض للتعذيب، وحتى في الداخل ديال فمو كان داير ليه واحد الشيفونه يعني القرجوطه ديالو ربما باش ما يغوتش باش ما هذا، ومضروب عده طعنات. هنايا قال لي ودي انا اللي ارتكبت الجريمه ومو بمفرد ديالي، وهذا السبب علاش لان هذا السيد احتك العرض ديال الزوجه ديالي، هجم عليا بالحرمه ديالي يعني في المنزل ديالي. ولكن ذاك الحكم اللي خضع كان حكم ظالم، يعني 4 اشهر لا حول ولا قوه الا بالله. انا هنايا بلاص هذا الشاب هذا هنايا كنشوف بانه هذا الحكم كان شويه قاسي بالنسبه ليه، وبالتالي كما كنقولوا خدا الثأر بيديه بعوض ان تاخذ ليه كما نقولوا حنايا القضاء او العدل ياخذ المجرى ديالو، ويكون واحد الحكم يعني صارم بحق هذاك الشاب اللي اختطف الزوجه ديالو. هنا كان ذاك الحكم كما كنقولوا لم يرقى الى هذا الشاب، فقام بهذه الفعل وقتل هذا الشاب الذي يعني هتك الحرمه ديالو، هجم عليه في المنزل ديالو، اختطف ليه الزوجه ديالو. كيقول لهم ودي انا اللي قتلت هذا السيد. فتربصت به بالليل وهو راجع للمنزل ديالو، وفاجأته يعني وضربته بواحد الآلة حادة على الرأس ديالو حتى فقد بالوعي، وطعنته عدة طعنات وكبلته من رجليه وعلقته على الشجرة وبقيت كنتاقم منه. المحكمة هنايا بعد الاعتراف التلقائي ديال هذا الشاب بالجريمة ديالو كيتقدم أمام النيابة العامة. النيابة العامة هنا اللي حكمت عليه ب15 سنة، ومن بعد كيستأنف وكيخلوا ليه الحكم ب8 سنوات. كانت هذه اليوم قصة من قصص الجرائم وقصص اللي وقعت بأحد القرى والمدن المغربية. أشنو اللي كنستنتجوا من هذه الجريمة؟ كنستنتجوا أن بعض المرات ملي ما كيكونش شي حكم يعني نزيه ديال القضاء المغربي، حنا ما كنتهموش أن القضاء المغربي كله ماشي نزيه، ولكن بعض القضاة سامحهم الله أن بعض المرات كيكون شي حكم غير منطقي. يعني كيف يعقل أن شاب تهتك حرمته ويهتك عرض زوجته
وبالتالي أن المجرم والفاعل الرئيسي يحاكم ب4 أشهر، بينما الشركاء ديالو يعني اللي كانوا معاه تحاكموا بعامين رغم أنهم عندهم صوابع في مجال تجار مادة المخدرات وإلى غير ذلك. هنا أن هذا الشاب لقى نفسه وحيد، لقى نفسه أنه تظلم، لقى نفسه أنه تحقر، وبالتالي خدا كما كنقولوا الطأر بنفسه. لأنه لو كان أنه هذه المحكمة أو العدل خدا المجرى ديالو وحكم على هذا الشاب واحد الحكم الذي يستحقه، لأن الهجوم على مسكن الغير وخصوصا واحد المنطقة اللي هو دوار ويعني وهتك الحرمة ديال هذا الشاب، وكذلك الهجوم على المسكن ديالو أمام الملأ وتكون عصابة إجرامية، فإن راه خص يكون واحد الحكم صارم، على الأقل أن تكون واحد 10 سنوات أو 15 سنة على أقصى تقدير. خوتي ما نطولش عليكم، كان معكم خوكم الكلام القاسم ضمن سلسلة قصص وجرائم وقعت بإحدى المدن المغربية. ما تنساوش تدعمونا وتخلوا واحد لايك للقناة الكلام القاسم والضغط على زر الجرس لكي يصلكم الجديد. تحياتي واحتراماتي. هو اللي مقابل غادي بخير وعلى خير. واحد الوقت قال له الوالده ديالو اوليدي راه خصك تتزوج، لان ما يمكنش تبقى انت بهذا السن هذا 30 سنه ولا 31 سنه، خاصك دير الوليدات ديالك. هنا الام ديالو فكرت ومشات تجيب ليه واحد العروسه كما نقولوا حنا من الباديه، مشات للمنطقه ديال صوير انها غتجيب ليه واحد السيده من تما ما كيعرفها وما كتعرفو. الزواج على سنه الله ورسوله هو من شاف الاختيار ديال الوالده ديالو قبل، ان في المتعارف المغربي ان الام او العائله هي اللي كتختار، كتقول لك وليدي لقيت واحد من الناس راه مزيانه الله يعمرها دار حساب ونسب. الشاب هنا اقتنع ان الام ديالو راه باغا ليه غير الخير، مشى جاب ديك العروسه كما كنقولوا اللي كان السن ديالها تقريبا واحد 26 سنه، جابها من تما تزوجوا داروا داك العرس على سنه الله ورسوله، فرحوا معهم الناس ديال الدوار، الناس داز داك الشيء بخير وعلى خير. الشاب بدا خدام على راسو. واحد النهار الوالد ديالو والوالده ديالو مشاو للسوق كالعاده، مشاو يتقداو. ما كنعرفوا ان في الباديه كيكون واحد السوق معروف كيمشيو ليه كيتقداو داكشي اللي خاصهم، يعني جميع المواد اللي كتكون خاصهم كيجيبوهم لهداك السوق. الشاب ناض مع الصباح فطر هو والزوجه ديالو، وهو خرج ديك الكسيبه ومشى قال لها راه غنمشي نقابل تيوصل وقت الغدا وغنمشي. هنا اشنو اللي غيوقع؟ وصلت ديك 10 او لا 9:30 ديال النهار، واحد الوقت فجأة كتجي واحد السيارة من نوع مرسيدس 207 حتى وقفت امام داك الباب. هبطوا منا شي شبان، واحد من دوك الشبان هو اللي اقتحم هذاك الباب ضربوا برجلو. هاد الشبان كانوا كيهزوا اسلحه عباره عن سيوف. الناس ديال الثوار يلاه فايقين شافوا ديك الحاله بقاو مذهولين من هول الصدمه. هذاك الشاب اللي دخل كان قصير شويه، هو غريب البنيه صحيح كما كنقولوا حنايا، مخرج هذيك الزوجه ديال هذاك الشاب لابسه غير الجلابه ديالها، طلعت معاه اللور، وواحد من هذوك الشبان ساقوا ديك السياره ومروا بسرعه. هنا الشاب وصل وقت الغداء، رجع جايب دوك البهيم ديالو، راجع عند الزوجه ديالو على اساس ان راه غيلقى محضره ليه واحد وجبه غداء. كيتفاجأ ان داك الباب مكسر. هنا دخل ما لقى الزوجه ديالو كيخبروا الجيران اودي راه جات واحد السياره من نوع 207 حمراء ديال اللون، يعني اللون ديالها كان احمر. هنايا كيتسائل شكون انا اللي غيجي يدي الزوجه ديالي، شكون اللي هادي السيد. يعني بقى بحيره من الامر ديالو. واحد الوقت جاو الوالدين ديالو من السوق خبرهم بالمشكل. هنا واحد البنت صغيره كانت تما قيدت هذاك الماتريكول ديال ديك السياره، يعني دوناتو بواحد الوريقه صغيره. ملي جاو الوالدين مدتهم بهذاك الماتريكول، قالت لهم ودي هاد السياره ها الماتريكول ديالها. ملي مشاو داو داك الماتريكول للدرك الملكي. هنا الدرك الملكي
من طبيعة الحال جات معايا كيفاش مكسر الباب وهادي، سولوهم ياك ما عندكم شي عداوة، ياك ما عندكم شي حاجة. قال لي ودي راه ما عندنا حتى شي عداوة، ما فهمنا والو. ولكن الإشكالية اللي بقاو كيبحثوا هما لقاو أن هاد الناس اللي جاو ما خداو لا ذهب ما داو لا أموال، ما خداو حتى شي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي داروه هما أنه خداو هذيك الشابة اللي هي متزوجة وحامل صهرها السادس. هنا الدرك الملك ديالو عطى واحد البرقية إخبارية لجميع مخارج ديال الطرق، يعني سواء الرئيسية أو غير الرئيسية، جميع ديك المحاور والمدن القريبة من مدينة أكادير، من أجل أنه يتعملوا برجات لعل وعسى أن ديك السيارة يعثروا عليها بعين المكان، لأن الأمر كيتعلق هنا بعصابة ربما إجرامية واختطاف إلى غير ذلك. تخبرت النيابة العامة بالأمر، بقات الأبحاث دازت واحد يوم. هنا الزوج وكذلك العائلة ديال الزوج علموا الأسرة ديال هاد الفتاة هذا بأن شنو وقع وشنو وقع. قال لي ما ودي راه ما جات عندنا حتى شي حاجة، وهي راه ما عندها حتى شي عداوة. هنا بدات الأبحاث واحد يومين وهي ترجع لك الفتاة، جابوها تما حطوها حتى ديك السيارة، ربما دخلت بدات خبرت الزوج ديالها ان راه شنو وقع وشنو وقع لها. قالت لها ودي راه شنو وقع، راه داك السيد راه ولد عمي، وراه هو كان باغي يتزوج بيا بالصويره، ولكن انا ما بغيتوش، والعائله ديالي راه كانت باغياه وانا لا رافضه، ما كنتش كنبغيه، ما بغيتوش، وراه هادشي اللي دار ليا. هنا الزوج ديالها قال لها يعني واش ما تكرهش عليك، ياك ما هادي ياك ما كذا، ولكن الحاجه الوحيده هو انها داها عند الدرك الملكي باش تعطي الاقوال ديالها. المهم واحد ملي تعملوا البراجات السيد غادي راجع من بعد ما حط الفتاة، غادي راجع للصويره، هو يتعتقل بواحد البراج. حقوا معاه داروا التنقيب لديك السياره، لقاو ان نفس السياره اللي اختطفوا بالفتاة، قدموه للنيابه العامه، تحكم 4 أشهر. اعترف بالاشخاص الاخرين اللي كانوا معاه مشاركين بهذا الاختطاف. من بعد كيتضح ان هاد الناس اشخاص كيعرفهم، اصدقاء ديالو، كانوا كيبيعوا المخدرات في النواحي ديال اكادير، وان المنزل اللي كانوا به هو ديال هذوك الاشخاص اللي كيبيعوا المخدرات، يعني عباره عن واحد الخربه كما كنقولوا هنايا. من بعد كيرجعوا يحقوا مع الزوجه هنايا كتعترف، كتقول لهم ودي السيد راه داني وبالفعل راه تكربص عليا، يعني مارس عليا كما كنقولوا الرذيله، ولكن الاخرين راه ما قربوش ليا لانه هو ما كاينش كيتفارق معايا، كان ديما ما كيفارقنيش واحد البيت. هنايا هو عطاو 4 أشهر وهذوك الاشخاص عطاوهم عامين ونص. هذا الحكم هذا كما كنقولوا حنا ما تقبلوش الزوج ديال هذه السيده هذه، وبالفعل انه حكم كما كنقولوا حنايا ظالم. لا يعقل ان واحد الشاب الزوجه ديالو تختطفت، العرض ديالها تهتكت الكرامه ديالو، اختطاف من المنزل الى غير ذلك. هو اللي كان المدبر الرئيسي، لانه هو اللي جاء باش اختطف هذه الزوجه ديالو، في الاخير كياخذ 4 أشهر. المهم هذا الشاب طلق السراح ديالو واحد الليله في مدينه التصويره. الوالدين ديال هذا الشاب ملي رجع تمايا كما كنقولوا حنايا زوجوه. المهم ملي زوجوه ولا كما نقولوا حنا من دار، ما بقاش هذاك الطيش اللي كان، ولا كيمشي تما. كتعرفوا ان في الباديه كيكون واحد الدوار كيمشي لواحد الحانوت، كيبقاو تما مقصرين، وبالليل كيرجع مع ديك ال 11 ولا شنو كيرجع للدار ديالو. هنا واحد الليله ما رجعش، العائله ديالو هنا بقات كتسائل علاش ما رجعش، علاش ما هذا. في الصباح وهما ناضوا باش غيخرجوا يقلبوا عليه، كيلقاو ان مرمي امام المنزل ديالو مضروب بشي طعنات، يعني بسكين، مضروب كذلك العين ديالو وكله دماء ومكربس ومكبر من رجليه بواحد القنبه. هنا تخبرت عناصر الدرك الملكي،
اللي حلت بعين المكان من أجل أن تحقق في هذه الجريمة هذه. بدات الأبحاث شكون اللي قتل هذا الشاب اللي كان الاسم ديالو عبد الرحيم. هنايا بداو كيسولوا يعني الأصدقاء ديالو والمعارف ديالو، شكون اللي كيمشي معاه، واش عنده شي عداوة هنا يعني كما نقولوا حنا بالقبيلة ولا بالدوار. قال لهم ودي راه ما عنده لا عداوة لا والو، هذا السيد راه بخير وعلى خير، ما عنده حتى شي عداوة مع شي واحد. الحاجة اللي كاينة هو أنه راه كان سبق له دوز شي حاجة ديال الحبس. ها علاش عناصر الدرك الملكي، ومن خلاله هي كتحقق بهذا الأمر. إذا بهم كيجي واحد الشاب كيتقدم للمخبر ديال الدرك الملكي اللي هو داك الشاب ديال مدينة أكادير، اللي كان هذا الشاب اللي اختطف الزوجة ديالو وهداك العرض ديالها. هنا هذا الشاب كيعترف ليهم كيقول لهم ودي انا اللي قتلت هذا عبد الرحيم. ولكن الملاحظة اللي لاحظها عناصر الدرك الملكي هو أنه ما يمكنش يكون بوحدو. يعني السيد مكبل من رجليه وربما كان معلق بشي شجرة وتعرض للتعذيب، وحتى في الداخل ديال فمو كان داير ليه واحد الشيفونه يعني القرجوطه ديالو ربما باش ما يغوتش باش ما هذا، ومضروب عده طعنات. هنايا قال لي ودي انا اللي ارتكبت الجريمه ومو بمفرد ديالي، وهذا السبب علاش لان هذا السيد احتك العرض ديال الزوجه ديالي، هجم عليا بالحرمه ديالي يعني في المنزل ديالي. ولكن ذاك الحكم اللي خضع كان حكم ظالم، يعني 4 أشهر لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هنايا بلاص هذا الشاب هذا هنايا كنشوف بأنه هذا الحكم كان شوية قاسي بالنسبة ليه، وبالتالي كما كنقولوا خدا الثأر بيديه بعوض أن تاخذ ليه كما نقولوا حنايا القضاء أو العدل ياخذ المجرى ديالو، ويكون واحد الحكم يعني صارم بحق هذاك الشاب اللي اختطف الزوجه ديالو. هنا كان ذاك الحكم كما كنقولوا لم يرقى الى هذا الشاب، فقام بهذه الفعل وقتل هذا الشاب الذي يعني هتك الحرمه ديالو، هجم عليه في المنزل ديالو، اختطف ليه الزوجه ديالو. كيقول له ودي انا اللي قتلت هذا السيد. فتربصت به بالليل وهو راجع للمنزل ديالو، وفاجأته يعني وضربته بواحد الآلة حادة على الرأس ديالو حتى فقد بالوعي، وطعنته عدة طعنات وكبلته من رجليه وعلقته على الشجرة وبقيت كنتاقم منه. المحكمة هنايا بعد الاعتراف التلقائي ديال هذا الشاب بالجريمة ديالو كيتقدم أمام النيابة العامة. النيابة العامة هنا اللي حكمت عليه ب15 سنة، ومن بعد كيستأنف وكيخلوا ليه الحكم ب8 سنوات. كانت هذه اليوم قصة من قصص الجرائم وقصص اللي وقعت بأحد القرى والمدن المغربية. أشنو اللي كنستنتجوا من هذه الجريمة؟ كنستنتجوا أن بعض المرات ملي ما كيكونش شي حكم يعني نزيه ديال القضاء المغربي، حنا ما كنتهموش أن القضاء المغربي كله ماشي نزيه، ولكن بعض القضاة سامحهم الله أن بعض المرات كيكون شي حكم غير منطقي. يعني كيف يعقل أن شاب تهتك حرمته ويهتك عرض زوجته، وبالتالي أن المجرم والفاعل الرئيسي يحاكم ب4 أشهر، بينما الشركاء ديالو يعني اللي كانوا معاه تحاكموا بعامين رغم أنهم عندهم سوابق في مجال التجارة مادة المخدرات وإلى غير ذلك. هنا أن هذا الشاب لقى نفسه وحيد، لقى نفسه أنه تظلم، لقى نفسه أنه تحقر، وبالتالي خدا كما كنقولوا الثأر بنفسه. لأنه لو كان أنه هذه المحكمة أو العدل خدا المجرى ديالو وحكم على هذا الشاب واحد الحكم الذي يستحقه، لأن الهجوم على مسكن الغير وخصوصا واحد المنطقة اللي هو دوار ويعني وهتك الحرمة ديال هذا الشاب، وكذلك الهجوم على المسكن ديالو امام الملأ وتكوين عصابه اجراميه، فانا راه خص يكون واحد الحكم صارم، على الاقل ان تكون واحد 10 سنوات او 15 سنه على اقصى تقدير. خوتي ما نطولش عليكم، كان معكم خوكم مول الكلام القاسي ضمن سلسله قصص وجرائم وقعت بإحدى المدن المغربيه. ما تنساوش تدعمونا وتخلوا واحد لايك للقناه مول الكلام القاسي وتضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم الجديد. تحياتي واحتراماتي.